صباح الخير لكل اصحابنا اللي بيتابعونا، حلقه جديده من شقاوة شطار. تعالوا بينا نتعرف على اصحابنا اللي موجودين معانا في الحلقه، ونبدا على طول ونعرف الموضوع، وكمان نعرفكم على الفقرات اللي موجوده معانا. مين النهارده؟ عمر. عندك كام سنه يا عمر؟ عندي 11 سنة. محمد. كام سنه يا محمد؟ 11. طب انتوا صحاب؟ اه. معروف عن الصحاب ان هم بيحبوا يعملوا ايه؟ مقالب. في مقالب بيبقى دمها خفيف، في مقالب بتبقى ايه؟ تقيلة. ممكن تأذي صاحبك. ممكن تأذي صاحبنا. النهارده دايما او مش دايما، احنا في كل فقره او في كل حلقه بيكون معانا موضوع. ساعات بنستخدم حكم او امثال قديمه، وبنحاول ان احنا نشرح المثل ده معناه ايه. حد فيكم سمع قبل كده عن مثل بيقول من حفر حفره لاخيه وقع فيها؟ مين اللي قاله لك؟ مامتي. طب ليه ماما قالته؟ او انت يعني حاولت تفهم ايه من قصد ماما؟ انا يعني عشان كنت بحاول مثلا اعمل في حاجه، فهي شافتني بعملها فقالت لا ده ممكن يأذي اللي انت هتعمله فيه. عمر. وانت برضو لو حد عمل لك حاجة هي هتلاقي الحاجة بترد فيه من غير ما انت تعمل له حاجة. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الحفرة مش شرط تكون الحفرة، لكن ممكن يكون مقلب. لو أنا بفكر، أنا عارفة إن أنتوا الاتنين صحاب، تعملوا مقالب في بعض؟ مش دايما. ساعات. كان من شوية بيشتكي لي بيقول لي إنه حاول يعمل في ساعات. إيه المقالب؟ إيه نوعيتها؟ ممكن مثلا تقول حاجة بتضحك عنه، ممكن تعمل له حاجة، تعمل له فخ وبعدها هو يجي يعمل حاجة فيبقى شكله وحش. حاجة تحرجه. طب لما نعمل مقالب في بعض احنا ممكن نضحك، يعني انت تعمل مقلب في عمر وكمان عمر يضحك، انت مش هتتضايق. بس لو خليت عمر حركته وخليت شكله وحش والناس تضحك عليه هيزعل، فيبقى ده دمه خفيف ولا مقلب دمه تقيل؟ تقيل. وايه اللي هيحصل بعد كده لو احنا جينا نطبق من حفر حفرة لاخيه وقع فيها؟ ممكن بعد كده ايه اللي يحصل في محمد؟ انا اللي هتأذي بعد كده، عشان هو ممكن يعملها لي، يعني ممكن حد تاني يعملها فيا فانا هتأذي. مظبوط. يعني ممكن النهارده انا افكر في فكره ممكن تكون شريره، او اتريق على حد او اضحك على حد، والناس خلاص كلها ضحكت فيعدي الموقف. وممكن عمر هو اللي يعملها، او بلاش عمر لان عمر كويس فمش هيرد الاذيه، لكن او يرد المقلب، لكن ممكن حد تاني يرجع ويعمله في محمد. فاحنا كمان مثل بنسمعه، عامل كما تحب ان تعامل. يعني ايه عامل كما تحب ان تعامل؟ يعني عامل اللي قدامك كويس عشان هو يعملك بعد كده باحترام. طب زي ايه؟ احنا عايزين نماذج. اعمل ايه او انا حابه ايه او متوقعه ايه فاعمل ايه؟ خليك صادق مثلا مع صديقك، او ما تكدبش عليه، هو برضو مش هيكدب عليك، وهيبقوا محترمين مع بعض وهنبقى اصحاب. دي حاجه. ايه كمان يا محمد؟ هو يعني لو ما تبقى كريم معاه عشان هو ما يجيش ويبقى بخيل معاك. ايه كمان؟ ممكن ما تعملش مقالب في صاحبك عشان هو كمان ما يعملش مقالب. مقالب الوحشه لازم نحدد، عشان المقالب في مقالب بتضر وفي مقالب ممكن تبقى الاثنين يضحكوا. انا عايزه اصحابي يعاملوني باحترام. ازاي هيعاملوني باحترام لو انا مش محترمه معاهم او بعملهم باحترام؟ دي حاجه. الصدق، ازاي اتوقع من حد ان هو يبقى صادق معايا او يقول لي الحقيقه لو انا كدابه؟ صح. يبقى لازم انا اقول الصدق، واكيد يعني لو حد مقدر ده هيبادرني انا كمان بالصدق. فاقعد افكر قبل ما افكر في نفسي، افكر انا عايزه الناس تعاملني ازاي، وبناء عليها تصرفاتي هتبقى هتاخد شكل معين. لو انا عايزه الناس تكذب عليا، وعايزه الناس تعاملني بقله احترام، وعايزه الناس تتريق عليا، يبقى انا هعمل كل الحاجات الوحشه دي. لكن لو انا عايزه الناس تحترمني وعايزه الناس تعاملني كويس، والمقالب تبقى دمها خفيف، يبقى انا هعمل مقالب دمها خفيف مع الناس وهبقى محترمه. فدي الفكره من المثلين او الحكمتين اللي احنا قلناهم النهارده، من حفر حفره لاخيه وقع فيها. وده اللي هنشوفه اكتر كمان في الحدوته. يمكن احنا النهارده اتكلمنا بشكل مبسط على مستوى الصداقه والاصحاب، لكن هنشوف كمان في الحياه ازاي ممكن المثل ده يفيدنا. تاني حاجه، عامل كما تحب ان تعامل. لو انت عايز تتعامل كويس او عايز الناس تعاملك كويس، يبقى انت كمان لازم تعاملهم كويس. خلصت اول فقره من فقرات شقاوة شطار، لسه مكملين معاكم. معانا حدوته ومعانا مسابقه. مين معلوماته كويسه؟ ربنا يقدرنا عليه. خلصت اول فقره، لسه مكملين معاكم لكن بعد الفاصل. اصحاب شقاوة شطار، وصلنا دلوقتي لفقره الورشه. فقره الورشه النهارده هنعمل فيها حاجه حلوه قوي. هنعمل علبه زي دي.
العلبه دي طبعا موجوده عندنا في البيت، ممكن تبقى موجوده عادي، ممكن تبقى فيها حاجات وخلصت، فاحنا هنعملها بحيث نستخدمها نحط فيها الحاجات المهمه بتاعتنا. ممكن نحط فيها مثلا اقلام نستخدمها كمقلمه، نستخدمها في اي حاجه عندنا في البيت. اول حاجه بنعملها قبل ما نحكي احنا هنعمل ايه، نتعرف على اصحابي الحلوين اللي معايا محمد ومعايا نور. لكن نور محمد ونور النهارده هيساعدوني في ان احنا نعمل المقلمه دي. هتساعدوني؟ انت مش سامعه صوتكم؟ هتساعدوني؟ ماشي خلاص. النهارده احنا هنحتاج في المقلمه دي ان يبقى عندنا علبه بلاستيك بالغطا بتاعها، لازم يبقى ليها الغطا بتاعها، وهنحتاج كمان الورق او فوم طري كده، الوان كتير، وهنقصه على شكل ورد وعلى شكل فروع شجر وعلى شكل قطع صغيره كده. وهنحتاج كمان كوريشه قطعه كبيره طبعا علشان نغلف بيها العلبه اللي معانا، وهنحتاج كمان قطع رفيعه كتير وهنقنبر منهم علشان يعملوا شكل الدوريات الصغيره دي. شوفوا دلوقتي احنا هنستخدمها في ايه بالظبط. وهنحتاج كمان سلك اللي هو بيتني بسهوله ده، وهنحتاج اللزق ومقص طبعا، بس المقص ده محدش هيستخدمه غير كبار. الكبار. شطوره يا نور. اول حاجه هنعملها ايه بقى دلوقتي؟ نور ليها واحده ومحمد ليه واحده وانا كمان ممكن اعمل معاكم واحده. اول حاجه بنعملها ايه؟ هتعملوا معايا ولا افهمكم انا هتعملوا ايه ونبدا على طول؟ نبدا على طول. انتوا عارفين يعني نقول 1 2 3 ونبدا على طول؟ يلا 1 قولوا معايا 2 3 يلا. انا دلوقتي خلصت العلبه بتاعتي اللي هحط فيها كل الحاجات المهمه، او احط فيها كمان الاقلام بتاعتي. اصحابي لسه بيعملوها دلوقتي. محمد وصل لان هو عمل الغطا وركب الفراشه، ولسه هيحط هنا بقيه التزويق بتاعه. نور عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ حطت الفراشه بس ولسه هتعمل الغطا، بس هتعمله بالراحه بقى بمزاج. بتحبي الوان ايه يا نور؟ ايه مش سامعه ولا اصحابك سامعين؟ البامبا. ايوه. والازرق. ايوه. والاخضر. والاصفر. حلو قوي 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 قوي، بس انا مش شايفاكي مستخدمه بامبي خالص. تستخدميه لسه؟ تمام. العلبه دي بقى انت يعني هتحطي فيها ايه، او هتديها لحد من اصحابك؟ لو هتديها لحد من اصحابك هتديها لمين؟ مثلا ماما. الله. او صحابي. اصحابك. مين اكتر حد من اصحابك بتحبيه قوي 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 وممكن تعملي له دي وتفضلي قاعده بتعمليها بكل الالوان اللي انت بتحبيها وتديها له؟ مين؟ مريم. خلاص اكيد مريم دلوقتي هتبقى سامعاكي وهتقول الله 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 وتبقى مبسوطه منك قوي. تمام. يلا كمليها بقى، مش هعطلك، كمليها. ومحمد تقريبا خلص. تقريبا خلصت يا محمد.
لسه في الدين. لسه في اللي هي دي الاختراع اللي انا عملته. طبعا احنا اصحابنا ممكن يعملوها زي الشكل الاساسي اللي معانا، ممكن يكتبوا حروفهم او حروف الناس اللي هم بيحبوهم او هيدوها لهم هديه، ممكن نكتب عليها ماما، ممكن نكتب عليها اي جمله حلوه علشان نفرح بيها اصحابنا او الناس اللي احنا هنديها لهم هديه. صح يا محمد؟ تمام. محمد اهو خلاص خلص، فاضل بس ان الفراشه وقعت ولزقناها تاني اهو. دي بتاعت محمد، لسه هيكمل النص التاني بتاعها. محمد انت بتحب الوان ايه؟ الأحمر والأزرق. احمر وازرق والأخضر. تمام. وهتديها لمين من اصحابك؟ هديها لماما. لماما؟ طب غير ماما اصحابك بقى، حد زي ما هي قالت كده تديها لصاحبتها مريم، انت هتديها لمين من اصحابك؟ عمر. خلاص مريم وعمر احنا هنديكوا العلب دي، بس اول ما هم يخلصوها. انا خلصت العلبه بتاعتي دي وهديها حد برضو من اصحابي، هديها لهبه صاحبتي. ماشي؟ ايه رايكم دلوقتي نروح نشوف اصحابنا محضرين لنا ايه؟ ارجع لكم مره صحابنا وصلنا للفقرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. كنا بنقول او بدأنا الحلقة بمثل او بحكمة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. من خلال الحدوتة بتاعتنا او المواقف اللي هنشوفها النهاردة في الحدوتة هنقدر نفهم اكتر يعني ايه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. احنا اتكلمنا على مستوى الصحوبية، بس هي الحياة طول عمرها صداقة ولا فيها حاجات اكبر؟ في حاجات اكتر. طيب تعالوا بينا نشوف من خلال شخصية جحا ازاي من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. في يوم من الايام جحا خرج زي عادته كل صباح علشان يزرع الارض، وهو يعني لسه بقى ماسك الفأس، وهو بيضرب الارض لقى حاجه صلبه، فهو راح موطي لقى ايه؟ لقى دينار. طبعا جحا انبسط قوي وقال الدينار ده يبقى الدينار ده بتاعي. بعد كده قعد ينظفه ويمسحه لقى ان الدينار ده ايه؟ كان عليه تراب من تحت الارض. غير انه عليه تراب، هو نظفه خلاص اكتشف ان الدينار ده ايه؟ غير انه مش بتاعه. دي غلطه ان هو اخد حاجه دي مش بتاعته. كمان طلع الدينار ايه؟ مزور. طلع الدينار ده مش دينار حقيقي، دينار مزيف. بدل ما جحا يحط الدينار او يشوف ده بتاع مين، راح عامل ايه؟ قعد يفكر واستخدم ذكائه وخبثه ان هو يستخدمه ازاي. قعد يقول انا مش هرمي، لكن انا ممكن اخدع الناس اللي مش عارفين ان هو مزيف واشتري بيه ايه؟ اكل. ففعلا راح السوق، وبعد كده لقى حد راجل بيبيع البط، فلقى بطه حلوه كده كبيره، فقال انا هشتريها. قال له بكام؟ قال له بدينار. قال كويس قوي وانا معايا الدينار خد. الراجل اللي كان بيبيع البط بعد ما باع البطه بتاعته كان محتاج دقيق، راح عند الراجل اللي بيبيع الدقيق فقال له انا محتاج شوال. بكام؟ قال له بدينار. طبعا الدينار اللي هو كسبه راح مديه واشترى بيه الدقيق. بعد كده الراجل اللي كان بيبيع الدقيق كان محتاج لنفسه زي براد، البراد اللي عنده كان بايظ، فهو راح السوق علشان يدفع او علشان يجيب براد. وهو بيشتري البراد سأل الراجل بكام؟ قال له بكام؟ بدينار. راح مديله الدينار. بعد كده صاحب الاواني كان محتاج حطب، الحطب ده عند مين؟ عند جحا. فالراجل قال لجحا بكام مجموعه الحطب دي كلها؟ فجحا قال له بدينار. الراجل رجع تاني واداله الدينار اللي هو كان كسبه. والدينار ده كان لو حد افتكر من الاول ايه اللي حصل كان ايه؟ لما هو هو كان بيزرع الارض لقاه تحت الارض، يعني الدينار ده كان مزور، ما كانش دينار حقيقي. تاني يوم جحا عايز يشتري كان عمامه جديده، كان معاه ايه؟ الدينار. راح يشتري، فهو ما كانش واخد باله ان هو ده الدينار المزيف، فبيديه لبائع العمامات. فقال له ايه؟ ده مزيف. قال له ده مزيف، ده مش دينار حقيقي، انا ما اقدرش اخده منك واخد يعني ما اقدرش ابيع وادي لك العمامه. فجحا طبعا كان متغاظ جدا، فقعد يبص على الدينار فعرف ان هو ده اللي هو كان اكتشفه في الاول خالص. فراح قعد بقى ايه؟ قال انا مش ممكن اسكت، انا هروح للحاكم واقعد اشتكي واقول انه بائع الاوعيه، يعني الراجل اللي كان اخد الحطب واداله الدينار هو ده السبب ان هو اداني الفلوس مزوره. الحاكم بقى جمعهم كلهم وعرف ان القصه ايه؟ كل واحد اخد الدينار من مين لحد ما رجعوه لاصله. الراجل اللي اشترى منه جحا الاكل البطه، مين اللي اداله الفلوس؟ جحا. يبقى الدينار اللي كان مزور او مزيف كان بادئ مع جحا ان هو اللي استخدمه، فرجعت في الاخر في مين؟
مين اللي وقع في المقلب؟ جحا هو وقع في الحفره اللي هو حفرها لنفسه، لان هو استخدم الدينار. لو كان ما استخدموش من الاول ما كانش ده كله حصل. فاحنا اتعلمنا الدرس او استفدنا منه. زي ما قلنا في الاول، مش بس الصحوبيه او الصداقه احنا ازاي نتعامل فيها وما نعملش مقالب في بعض، لكن كمان في الحياه ممكن نشوف مواقف ممكن نستغلها، ما نستغلهاش بشكل سيء. يعني ما نلاقيش فلوس ضايعه او فلوس مزوره او فلوس مش بتاعتي واخدها واقول انا هفكر فيها لمصلحتي، لا، لازم اعرف ان في الاخر انا كمان هتعاقب على الحاجه اللي انا بعملها. خلصت فقره القصص والحواديت، لسه مكملين معاكم شقاوة شطار. في الفقره الجايه معانا مسابقه معلومات عامه، تعالوا بينا نشوف الفقره دي لكن بعد الفاصل. صحابنا في كل مكان، وصلنا لفقره جديده، فقره المسابقات او مسابقه المعلومات العامه. النهارده معانا مجموعه من الاسئله، 8 اسئله. هنشوف عمر واحمد عمر ومحمد. هنعمل مسابقه سرعه. عدد الكواكب الموجوده في المجموعه الشمسيه 9. برافو عليك. نقطه لمحمد. ايهما اكبر، الفيل الافريقي ام الحوت الازرق؟ الحوت الازرق. برافو عليك. نقطه ونقطه. عدد العظام الموجوده في جسم الانسان؟ انا هديكوا اختيارات: 206 200 210 206. 206. برافو عليك. عمر نقطتين. اكبر بحار العالم؟ البحر الاطلسي، البحر المتوسط، البحر الابيض المتوسط. برافو عليكم. نقطتين ونقطتين. ايهم اكثر صلابه، الحديد الالماس ام الجرانيت؟ الماس. برافو عليك. 3 نقط لعمر، نقطتين لمحمد. عضو في جسم الانسان بيكون مؤشر لصحته او مرضه؟ الجلد. برافو عليكم انتوا الاثنين. هم قالوا معلومه انا ما كنتش عارفاها. برافو عليكم. مخترع التليفون. طب هنحسب النقطه دي ازاي؟ نقطه ونقطه ونقطه. جراهام بيل. برافو عليكم. محمد هنحسب النقطه لمحمد. وبعد كده اين يوجد، السؤال الاخير، اين يوجد المسجد الاقصى؟ فلسطين. برافو عليك. اللي كسب معانا علشان كان اسرع وادى اكبر عدد من الاجابات الصح هو محمد. عايزين نسقف لمحمد. انا بحب روح التعاون. يعني عمر عمل دلوقتي حركه حلوه قوي، ان هو زي طبطب على ظهر محمد. دي كلها الاشارات او الحاجات الصغيره دي هي اللي بتبين قد ايه احنا رحنا، ان احنا لازم نفرح لاصحابنا. برافو عليك يا عمر. خلصت فقره المسابقات العامه او مسابقه المعلومات العامه. لسه مكملين معاكم شقاوة شطار لكن بعد الفاصل. صحابنا في كل مكان، قرب وقت الحلقه ان هو يخلص للاسف. في المره دي الوقت جري بسرعه. انا كنت مستمتعه جدا مع محمد ومع عمر. عملنا حاجات كتير النهارده. اتكلمنا في موضوع، قرينا الحدوته او القصه، والقصه كانت معبره كمان عن الموضوع. كمان عملنا مسابقه للمعلومات العامه وانا شخصيا استفدت منها، ويا رب انتوا كمان تكونوا استفدتوا معلومات جديده. نرجع تاني نفكر صحابنا بحلقه النهارده كانت بتتكلم على ايه؟ ان انت من حفر حفره لاخيه وقع فيه. بمعنى ايه؟ يعني لو ما اعملش مقالب وحشه تاذي اللي انا بعمله فيه. غير المقالب، يعني دي المقالب على مستوى الاصدقاء. عشان انت لو عملتها هي هترجع فيك. اوكي. غير بقى الصداقه، وان احنا النهارده عايزين نتعامل كويس فبنعمل صحابنا كويس، ومش عايزين حد يعمل فينا مقلب فما نعملش في حد مقلب. على مستوى اكبر لما نكبر نعمل ايه او ما نعملش ايه؟ لازم نبقى كويسين مع اصحابنا ونحترمهم زي ما هم يحترمونا، ونبقى كويسين مع بعض. طب دي حاجه. محمد؟ ولو لقيت حاجه مش بتاعتي اسيبها او اسال عن صاحبها. ولو زي ما كان في القصه لو حاجه مزيفه ما استخدمهاش عشان هي في الاخر ترجع لي. مظبوط. زي ما محمد قال، يعني احنا اتكلمنا ان احنا طبعا ما نعملش مقالب في بعض، ان احنا نعمل بقى اصحابنا باحترام، ما نكذبش، الحاجات دي كلها. لكن كمان في الحياه لما نلاقي حاجه مش بتاعتنا ما نقولش طالما هي مش بتاعت حد وانا اللي لقيتها يبقى انا الاحق بيها وخلاص هي بتاعتي. لا، انا المفروض ادور دي حاجه مين، احاول واسعى واعمل كل حاجه علشان اعرف دي حاجه مين. لكن ما استحلهاش في نفسي واقول خلاص انا اللي لقيتها فانا اللي هاخدها. وزي ما شفنا في القصه، دينار مزور كان حاجه صغيره لكن اتنقلت بين كذا حد وفي الاخر رجعت لصاحب الدينار اللي اشترى بيه. فاحنا المفروض نعرف انه في الاخر الموقف او اللي احنا عملناه هيرجع او هيعود علينا بالسلب او بالايجاب. يعني لو عملنا حاجه كويسه هترجع لنا تاني، لو عملنا حاجه وحشه اكيد هترجع لنا برضو تاني. خلص وقت حلقه النهارده من شقاوة شطار. يا رب تكونوا استمتعتوا وتكونوا انبسطتوا معانا. هنشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. نقول باي باي. باي باي.